ليه تتحديه؟ ليه تقولي انا بكره؟ اذا كان ربنا عاوزك تعملي دلوقتي، مش انا. ربنا عاوزك تتحجبي دلوقتي، بتقولي له بكره ليه؟ وليه الوقت ده يعدي عليكي وربنا غضبان عليكي؟ ما يلا تخلي يعدي عليكي وربنا راضي عنك. بمعنى انت هتعيشي مثلا 60 سنه من حياتك، منهم هتعيشي 20 30 سنه غير محجبه ومكلفه. 20 30 سنه ربنا غضبان عليكي وزعلان منك. ليه ما تخليهمش 20 30 سنه ربنا راضي عنك وبيحبك؟ انه الاحسن. ما هو الوقت هيعدي كده وهيعدي كده، والدنيا هتخلص كده وهتخلص كده، والآخرة كده كده جاية، والحساب جاي لا محالة. والله ما هتفر منه، ولا أنا هفر منه. محدش هيفر من ملاقاة الله عز وجل. يبقى ليه ما نقابلش ربنا والوقت اللي عشناه كله كان وقت طاعة وحب ورضا مع ربنا، وربنا كده كرمني بالصحة والعافية وساترني دنيا وآخرة. يبقى احنا التسويف يا جماعة، احنا ان شاء الله هنزرع مش عارف ايه، احنا هيبقى عندنا اكتفاء ذاتي من القمح معرفش امتى، احنا هيبقى عندنا القنبلة معرفش ايه، هنصنع ايه امتى، احنا هنصنع سوف 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 سوف، وفي النهاية ولا حاجة بتتعمل. التسويف اخطر مرض من الامراض الخطيرة، عشان ما اقولش كل حاجة اقول اخطر، لا هي من الامراض الخطيرة. ان اسوف المذاكرة، واسوف العمرة، واسوف العبادة، واسوف الحجاب، واسوف ان اربي ابني، واسوف اني احجب مراتي، واسوف اني ابطل سجاير. ده بيسوف وده بيسوف وده بيسوف، في النهاية الحياة ماشية، وفي النهاية كله على غلط، وفي النهاية ربنا غضبان علينا. ما ينفعش. يبقى التسويف من ضمن اسباب دناءة الهمة. لان انا لما هقول دلوقتي حالا هرقى بهمتي، انا هتحجب حالا دلوقتي. شوف بقى الهمه بتطلع ازاي لفوق، شوف النهضه بتطلع ازاي لفوق. انا هصلي حالا دلوقتي، شوف الهمه. انا هزكي حالا دلوقتي، شوف الهمه. لكن هعمل شوف الهمه نزلت ازاي، رخرخت ازاي منك. نخش على حاجه تانية. الغفله من اسباب دناءة الهمه. الغفله، غفله بمعنى ان فيه ناس عايشه مش واخده بالها من ان العمر بيعدي، ومن ان هم متاخرين، ومن انهم مقصرين. هو اهو عايش، بيصبح الصبح يروح الشغل، يرجع من الشغل ينام، ده لو كان بيشتغل. يصبح يروح الكليه، يرجع من الكليه ينام، يروح النادي، يرجع من النادي يروح مش عارف يتمشى، يرجع الحياه كده ماشيه، والريتم ماشي، والحياه ماشيه، وهو ناسي خالص ايه المطلوب منه. بكره هعمل ايه، السنه الجايه هعمل ايه، ايه الغلط اللي انا بعمله عشان ابدله بحاجه صح. الغفله. ولذلك الرسول